السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. بصوا النهارده بقى انا قلت اعمل لهم حاجه جديده. طبعا انا النهارده هعمل شويه لوبيا برز. خليكم معايا. واللحمه هشوح النهارده ايه؟ طبعا شويه فراخ. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا بقى النهارده هشوح شويه فراخ كده. انا كنت بعملها الاول مسلوقه، المره دي طبعا كان عندي وراك، كنت جايبه كام فرخه كده وخليهم من الوراك. بصوا حطيت معلقه سمنه. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصوا ثانيه واحده، احط بقى ايه؟ شويه بصل اهو. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. لا لا فريد صوت عليك يا عم. لا لا وطي وطي صوت، وطي صوت. بصوا بقى يا حبايبي، وطبعا انا دلوقتي ايه؟ بصوا دي اللوبيا طبعا اللي انا سلقتها ايه؟ نص سلقه، وهكملها ايه في الصلصه. بصوا دي اللوبيا اللي انا سلقتها. دلوقتي انا بعمل معاكم ايه؟ البصل. مش عارفه انا والله قدامكم انا الحامل، مش عارفه العيال. بصوا مش عارفه عملوا ايه العيال، عمالين يلعبوا. بصوا انا بشوح البصل اهو. بصوا يا حبايب قلبي، انا بوريكم بس ايه اهو. مش عارفه بصوا يا حبايب قلبي، انا كده بشوح البصل. ماشي، طلعوا على النبي يا حبايب قلبي. تنسوش اللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيكم. بصوا انا بشوح البصل اهو. دي البصلايه اللي انا بشوحها هي. معلش يا حبايب قلبي، مش عارفه العيال اللي لعبوا في الكاميرا اللي عملوا ايه. بصوا انا دلوقتي بقى ايه؟ انا ايه؟ الفراخ دي على فكره نقعها. بصوا الغلوره فيها هحطها بقى اهو. حطها ايه؟ تنقعها بميه بملح بخل. اللي ورد ان الصبح والله منقوعه. النور طبعا متقطع. استنيت ايه لما جيت وقلت ايه؟ كنت نقعهم قبل ما النور ايه؟ يتقطع. قلت لو النور جه اهو. بصوا يا حبايبي،
نجيب الحته دي، طبعا الحتت اللي انا شارياها من سوق الجمعه حلوه برضه، هتريحني ايه في المسك. تشوح شويه. بصوا بقى يا حبايبي، خليكم معايا في حاجه تانيه لسه بقى هعملها قدام. بصوا بقى يا حبايبي، دي طبعا ايه الفراخ طبعا اهي قدامكم. الفراخ طبعا ايه شوحتها بشويه بصل. طبعا انا بقى احط ايه التوابل بتاعتها. مين في بصوا، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي، انا ببين لكم كل حاجه اهو. هحط بقى ايه شويه فلفل اسمر، ماشي. احط ايه شعرة ايه، شعرة صغيرة كده. واحط شوية ايه ملح اهو، ماشي. واسيبها ايه، بس يا حبايبي بسيبها ايه بقى ايه تستوي براحتها، ماشي. اجيب الغطا اسيبها تستوي براحتها. بس يا حبايبي ايه تستوي براحتها. اخش على ايه بقى دلوقتي؟ صلوا على النبي يا حبايب قلبي. دلوقتي انا اخش على ايه بقى؟ الرز، ماشي. طبعا ايه هعمل له بقى زي ايه، طبعا اهالينا ايام زمان ما زي ما ايه بيعملوه الرز. طبعا بيحمروا رزايه مش ايه. حط معلقه سمنه حبايب قلبي، اعمل زي ايام زمان بقى زي ما اهلي كانوا بيعملوا رزايه حمراء ورزايه ايه، يعني حمر ايه شويه رز، ماشي. رزايه حمراء ورزايه ايه بيضه زي ايام زمان. انا كده اما بلاقي الشعريه خلصت عندي والعيال ما بيرضوش ينزلوا يجيبوا، الجو حر تحت، اقول لهم خلاص هعمل اللي موجود. على بال بقى ما بروح السوق طبعا ايه بشتري بقى. بصوا يا حبايب قلبي، سيب ايه سيب الزيت السمنه تنضح شويه كده. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصوا واقوم ايه نازله عليها بشويه رز اهو. طبعا انا خلاص طبعا الفراخ كده ايه انا عملتها وشوحتها ببصل، وطبعا ايه خلاص هي كده ايه بتستوي. حط شويه كمان رز. طبعا الرز بتاع ايام زمان زي ما كانوا بيعملوا اهالينا طبعا، وانتوا عارفين طبعا قبل ما الشعريه دي تنزل كنا بنحمر الرز وايه رزايه ايه حمراء ورزايه بيضاء. حمر شويه رز كده يحمروا زي الشعريه، ونقوم حاطين ايه بقيه الرز. حبايب قلبي ايه حتى الميه والله ضعيفه عندي الحمد لله، لا الميه لا النور. اعلي شويه عشان انا حاسه ان العين اصلا فين الحته. جيت امسك بصوا بقى يا حبايب قلبي، الحته اللي انا جايباها بمسك بها الحلل. على فكره بتسيح او بتسيح مع النار. بصوا يا حبايبي ده بقى شكل ايه الرز اهو، حمرته اهو زي الشعريه. وطبعا هجيب بقى ايه الرز دلوقتي ايه هحط ايه شويه ميه. بصوا يا حبايبي انا كنت طبعا عاملاه في الحله دي، لقيت الحله دي مش هتقضي
كنت محمره الرز في الحله دي، لقيت الحله مش هتقضي، قلت لا احط ايه. ماما ايه هو انت مريضه طبعا كده في الفريزر؟ سيبي حبه كده، سيبوني نشرب. بتنقط. ماشي هنشرب. ماشي يا حبايب قلبي اهو، حطيت الميه اهي. طبعا انتوا مستغربين، طبعا انا بحط الميه الاول ليه؟ بصوا اهو، وده اهو الرز، حطيته اهو الرز. ماشي يا حبايب قلبي، حطيت الرز اهو. انا مش هحط ميه كتير برضو عشان ايه، الرز والله ده حلو على فكره. الواحد انا كده كده كل ما بقبض بنزل اجيب، اللهم صل على النبي، بروح اجيب شوكولاته رز، لان الرز ده بينفع معاه. بص انا نسيت احط ايه، بصوا قدامكم اهو الملح، ادي الملح اهو. حلو ده كده الرز. نفتح بقى نشوف ايه الفراخ ايه نظامها معانا بعد ما شوحتها بالبصل اهي. بصوا نقلبها كده، دي الوراك حبايبي اهو، مغرقاها طبعا في الفلفل الاسمر، لازم نقلبها كده ايه على الجنبين عشان ايه تستوي. اطلع اللي تحت فوق اهي، هسيبها بقى ايه تستوي شويه. فاضل ايه بقى اخر حاجه، لسه بقى فاضل اخر حاجه، هي ايه بقى؟ بصوا يا حبايبي طبعا فاضل ايه، هعمل ايه مشروب. بجيب شويه ايه، بصوا بجيب شويه زيت من هنا. طبعا انتوا خايفين عليا الخمار، بصوا دي كنت محمره عليها فراخ. اجيب شويه زيت اهو، كانت سمنه محمره بقى الفراخ وزيت اهو، واقوم حاطه ايه بقى، بصوا على النار دي اهو يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خليكم معايا يا حبايب قلبي. اقوم واخده ايه، طبعا ايه انا مقطعه بصلايه كبيره عشان ايه اعمل منها. هقوم ايه محمره شويه بصل اهو. ماشي، اللي هيفيد برضو من البصل اقوم حاطه ايه عيناه في التلاجة عادي، ما يحصلش حاجه. تاني يوم برضو بطبخ بحتاج البصل. بصوا اهو، حمر بقى البصلايه، شوح كده ايه نص تشويحه كده، واقوم حاطه ايه الطبيخ. هعمل معاكم ايه، خدي يا امه فين الخلاط، شغاله كده. بصوا هعمل بقى الطماطم. انا عارفه ان الصوت زي معلش اهو يا حبايب قلبي. طبعا اهو فعصت الطماطم بقى اهي في الخلاط عشان الصوت. ماشي يا حبايب قلبي، البصلايه بقى بشوحها ايه تشويحه صغيره كده. احنا كده خلصنا الفراخ بتستوي اهي، وادي الرز وادي ايه ده الطبيخ بقى. بص انا واقفه والله مش طايقه الحر اللي انا فيه دوت.
انتوا عارفين المطبخ طبعا الواحد فين وفين لما بيخش المطبخ ويصور لكم الاكل اللي بيعمله. وطبعا هقول لكم حاجه كمان انتوا ما تعرفوش، انا لما باجي ادخل الكاميرا في المطبخ بلاقيها كل شويه تفصل مني، عايزه اتبرد، عايزه ايه حكايه التبريده في التليفون مش عارفه. كل ما بلاقيها بصور كده ما باخدش بالي، اجي ابص مره واحده الاقيها واقفه. موضوع بتاع تبريد التليفون ده طبعا الحر بتاع المطبخ ايه التليفون مش مستحمله. حسن وحمزه ماسكين المصاصه الحمد لله. ايه واحد فيهم ماسك مصاصه مش عايز يسيبها. املي البانيو عشان نغسل بالليل. او املى الدنيا عشان افتحيه. طبعا حسن وحمزه اول مره يوسف ينزل يجيب مصاصه. المهم ايه حمزه ايه شدها من ايده، قلت له خلاص يا يوسف سيبها. لقيت حمزه عمال ايه يندمج مع المصاصه ويمصها، قلت له خلاص يا يوسف خد فلوس اهي وانزل هات ايه واحده كمان لحسن، سيب لحمزه المصاصه بتاعتك وانزل هات لك واحده وهات لي ايه لحسن. ده حمزه خلص بتاعته على فكره. وحب والله انا مش عارفه اول مره والله ياكل المصاصه. حمزه على فكره خلص بتاعته والله العظيم. سيبيهم بقى. بصوا يا حبايبي انا والله بطبخ اهو. بص اهو طماطم اتشوح، البصل اتشوح وانا عامله ايه بقى. بصوا يا حبايبي اهو اهو حطيت الطماطم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب فينا من عندك يا رب. بصوا اهو طماطم. طبعا انا عشان اللوبيا ايه بقى عاملاها نص ايه اللوبيا سلقاها نص سلقه يعني ما سلقتهاش قوي. طبعا بقى انا احطها ولسه هحط ايه الحاجات. بصوا اهو اللوبيا اهي. نكمل ايه سواها بقى ايه في الاكل. هجيب ايه بقى دلوقتي نحط بقى ايه التوابل. نحط قلبي اهو. طبعا شروق انا بص على قد ما اقدر ما بخليهاش تخش المطبخ لانها هي بتخلص لي ايه التوابل. فلفل اسمر. اديله يلا المصاصه يا يوسف. حط شويه كمون بعد كده وحط شويه ملح. طبعا ما عنديش مرقه. الواحد اليومين دول ما بيعرفش ينزل اليومين دول. طبعا الحاجات دي انا مخزناها من الاسبوع اللي فات. الفراخ والحاجه بجيبها ايه من السوق واقوم ايه حطها ايه في الفريزر احسن ما انزل ايه كل يوم في الحر ده. طبعا اهو طبعا ايه هسيبها بقى ايه. هقوم اعمل ايه بقى دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي هعمل ايه. طبعا عشان مفيش مرقه هقوم اعمل ايه. ماشي يا يوسف. بصوا يا حبايبي هقوم اعمل ايه بقى دلوقتي. هقوم اكب شويه ايه شويه شوربه. بصوا الشوربه بتاعت الفراخ جميله تحفه اهي. حطيت شويه ايه شوربه على الايه على الفراخ اهي على اللوبيا. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللي ما حطش اللايك يحط اللايك ويشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم يا حبايبي. انا ماليش بركه الا انتوا برضه. بس انا دلوقتي ايه هعمل ايه بقى تاني. اعمل ايه يا ام شروق. محتاج شويه بص هحط شويه ميه على الفراخ عشان انا عايزاها تستوي قوي ما بحبهاش تبقى ايه نيه. لسه برضو ايه انا طبعا اللهم صل على النبي. بصوا كمان ايه انا هسلقها قوي. احط شويه ميه عليها ولسه هحمرها كمان. يعني انا ايه شوحتها بشويه كده اهو. الميه نازله حتت صغيره يعني. بصوا بقى يا حبايبي اوريكم برضو حاجه على بال ما ايه. بصوا ده بقى المطبخ الركنه اهي.
بص ده البصل، على فكره ده كانت نظيفه من شويه، بس انا ايه ما باجي اطبخ بحضر السمنه جنبي، وده الخلاط لسه عامله فيه الطماطم والتوابل هشيلها دلوقتي، وادي السكينه اللي قطع بيها السكاكين، وادي دي كنت عامله فيها غسله فيها الرز، كنت العيال جايبين لي شويه ميه ساعين كنت بشرب فيهم الكوز، يعني الحاجات محضراها كده هنضفها برضو. بصوا يا حبايبي دي بقى ايه اللي فرشت ايه اهو دي المطبخ اهو، حطيت الحاجه فيه اهو، حطيت الكوبايات الجديده اما بسحب منها بشيل منها الكوبايات الجديده. بصوا دي الاطباق برضو الجديده اللي انا جايباها مش محتاجاها، حاطه اطباق في الرشاق في الحاجات هي فوق الحنفيه دي، بسايباها لما عاوزها هاخد منها عشان ايه ما اكونش عليها. دي بقى حاطه فيها حاجات ايه، يعني دي اللي بحط بقى فيها التوابل. ده انا نسيت، صح تصدقوا نسيت احط شطه. ابص الشطه اهو، كويس ان انا شفته. ابص التوابل بعينها هنا بعد ما بخلص. هنا بقى ايه بحط الحاجه ايه اللي هطبخ بيها، الزيت المكرونه. بصوا اهي اوريكم بقى ايه. بصوا يا حبايب قلبي دي بقى ايه الدرج اهو، حطيت فيه المعالق، والعلبه اللي انا كنت جايباها احط فيها المعالق والحاجه اهو. بصوا اهي المعالق اهي، وده حاطه فيها ايه كوبايات ايه بقى الازاز بتاعته رز بلبن والحاجه لسه ايه ما حطيتش فيها حاجات كتيره. ودي ايه لسه برضو ايه فاضيه اهي، لسه برضو ايه الواحد بيجيب حاجات. بص دي بقى اللي تحت دي اللي حاطه فيها الحلل. بص انا عارفه انت بتتعبوا من التصوير، معلش حقكم عليا. بصوا اهي دي ايه الحلل. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا انا لسه بقى ايه انا افتكرت حاجه دلوقتي هعملها. حط شويه ميه عشان ايه فكره الفراخ عماله تطلع على الصينيه والله جميله. احط شويه شطه، ده اللي انا نسيت احطه على الطبق، عماله اقول افتكر ايه. هحط شعره صغيره بس عشان تحلي الاكل، عشان برضو العيال الصغيره ايه مش كتير عشان يبقى ليه طعم ايه للوبيا. ماشي يا حبايب قلبي اهو. يبقى كده ايه الفراخ ايه، والرز اهو. نشوف الرز. الرز بدأ ينشف اهو. طبعا لازم ايه اول ما بينشف بقوم ايه موطيه عليه. بصوا يا حبايب قلبي صلوا على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بصوا اهو الرز بقى بقلبه. اتصرفي مفيش شعريه، مش لازما يعني رز بشعريه. افتكر ايام زمان لما مامتك كانت بتاكلكم الرز نص متحمر ونص ابيض عادي. كلنا اهالينا عملوا معانا كده واحنا صغيرين، مفيش مشكله يعني. مش لازما يعني الشعريه. مره كده بقى من نفسي. يا حبايب قلبي ده الرز بقى ايه اللي مامتي كانت بتعمله لنا، نصايه حمراء ونصايه ايه بيض زي الشعريه بالظبط. وطي بقى عليه انا وطيت عليه خالص اهو، بس هو ايه براحته. بصوا يا حبايب قلبي بقى انا هعمل ايه. بص انا في حاجه بقى لازم انا اعملها دلوقتي. انا ايه بخلص انا هخلص على بال ما الاكل يخلص. طبعا يا حبايب قلبي انتوا عايزين تشوفوني بقى ايه. انا دلوقتي ايه هعمل معاكم شويه يعني ايه في المطبخ. اغسل ايه الحاجه اللي ايه يا حبايب قلبي. عايزاكم بقى تبصوا. طبعا هنا اهو اغسل ايه. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اغسل معاكم ايه شويه الحاجه دول، مش كتير يعني، دول شويه حاجه ايه يتوسخوا ايه في المطبخ. معلش يا حبايب قلبي انا والله اقول لكم ايه، انا في الحر والله جسمي ميه من المطبخ.
الله يكون في عون الناس والله بجد. اعذروا الناس اللي يعني ما بتخشش المطبخ ده كل يوم، يعني اعذروهم بجد والله. يعني ايه، هم بيوروكوا بس ايه فيديوهات هم قاعدين بياكلوا غصب عنهم، يعني مش عايزين يوروكوا بقى الحر اللي هم فيهم غصب عنهم والله، غصب عنهم والله. انا ساعات لما بلاقي الجو ولع قوي كده وتعبانه ومش قادره اطبخ وببقى قاعده مع العيال او في مشكله عندي العيال تعبانه، بقوم ايه قايله لهم ايه بصوا احنا هنجيب اكل من بره، انا مش قادره اطبخ النهارده والعيال ايه تعبانه. ده الخلاط اهو، الخلاط اهو لازم اغسله كل ما بعمل منه حاجه يعني ايه. الحمد لله. هتقولوا لي طبعا فين الكبه؟ البركه في الشروق. بصوا يا حبايبي، شروق طبعا كانت بتعمل صلوا على النبي يا حبايب قلبي والله بنسى الحر اللي خلاني انسى. شروق كانت بتعمل بالنهار حواوشي، وطبعا عشان تعمل حواوشي بتفرم البصل في الكبه. ما تعرفيش بقى الكبه حصل لها ايه، ومعاها راح اوديها ان شاء الله الواحد يصلحها لنا. الكبه اللي اختي جايباها، اختي سالتني عليها قلت لها والله شروق مش عارفه عملت ايه، كانت بتفرم بصل عشان تعمل حواوشه، راحت وقفت مره واحده. هشطف معاكم بقى. بصوا الميه 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 يا حلاوه الميه، يعني بصوا الميه عماله ايه. بصوا يا حبايبي شايفيني؟ انا حاسه ان انتوا مش شايفين. بصوا يا حبايبي انا هقفل دلوقتي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي طبعا الفراخ اهي خلاص استوت اهي. انا بوريكم الحاجه عشان طبعا انا كنت بغسل دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي، وده الرز اهو خلاص اهو خلص اهو. بصوا ودي اللوبيا اهي 5 دقايق ولا دقيقتين وثلاثه كده ايه خلاص اهي. بصوا يا حبايب قلبي خلاص خلصت. انا بوريكم الاكل واوريكم بقى واحنا بناكل. وصلوا على النبي يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيكم. طبعا انا كنت بغسل وعايزه الميه ضعيفه طبعا مش قادره، وشروق دخلت عليا قالت لي يا منتي جسمك ماله عمال ينزل ميه ليه؟ قلت لها يا شو مش قادره تعب. قالت لي لا موسعي انا اغسل انا وروحي ايه ارتاحي شويه كتر خيرها. بصوا يا حبايبي انا طبعا مش هينفع اوريها لكم عشان هي واقفه بتغسل لابسه نص كوم. يلا السلام عليكم يا حبايب قلبي، واستنوني بقى في فيديو جديد. باي يا قلبي.